أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل القرنبيط بالطريقة المصرية، أكلة من ريحة زمان وطعم البيوت الدافية، مقرمش من بره وطري من جوه ومتغلف بخليط متبل يخليه تحفة على السفرة، ومعاه سلطة خضرة فريش تدي انتعاش، وسلطة طحينية كريمية تكمل الطعم وتخلي كل لقمة تدوب في البق. يلا بينا نبتدي. الأول هنقطع زهرة القرنبيط معانا، نقطعها كده بالحجم اللي احنا عايزينه، الحجم اللي انت شايفاه مناسب ليكي، ونبتدي ننضفها ونقشر الجزء بتاع الجدر بتاعها دوت يتقشر، عشان ده هو اللي بيخليها ناشفة وما تستويش وتبقى دايبة معاكي. حطينا المية بتغلي، حطينا فيها شوية ملح شوية كمون، وبعد كده هنسقط القرنبيط بتاعنا بالشكل ده. خلي الجدر بتاعه لتحت وراسه فوق، لان دي ما بتستحملش، يعني الوردة بتاعته الفوقانية دي الزهرة دي مش بتستحمل. اهم حاجة ان الجذع بتاعه هو اللي يستوي. خلاص كده، بس نغطسه كله كده في المية ونقفل عليه لغاية ما يستوي. نجهز بقى الخلطة بتاعته علشان لما يستوي ان شاء الله نعوصه في الخلطة ونقلي على طول. خلطة عبارة عن 5-6 معالق دقيق مع نص كوباية مية، وتقلبيهم مع بعض لغاية ما توصلي للقوام اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. نحط شوية مية صغيرة تاني، بس كده. قوام وسط، ولا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني شبيه بالقوام مثل بتاع القطايف مثلا كده. ونحط عليه بيضتين او تحطي عليه 3 على حسب كمية القرنبيط اللي انت بتعمليها، وشوية ملح وكمون وشوية شطة، وتضربي الخليط ده كله في بعضه بالمضرب وتركنيه على جنب. وده اللي هنحط فيه نغمس فيه القرنبيط ونقلي في الزيت على طول. تخلطي كله كده، بس ده كده جاهز. طبعا عشان احنا بنضربه كتير كده عشان ما تبقاش فيه اي دقيق مكلكع فيه او حاجه. ندوقه وبعد كده نحط عليه الملح عشان اللي بيها يبقى حدقه مظبوط. نروح بقى نشوف القرنبيط بتاعنا استوى ولا لا. اهو شايفين، هوريكم دلوقتي القوام. شايفين تقله ولا وسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. نروح نجيب بقى القرنبيط بتاعنا كده بالسكينه، وتحطي السكينه في الجذع، اذا دخلت وغرزت بكل اريحيه يبقى القرنبيط بتاعنا استوى. خلاص القرنبيط طلع فعلا استوى، خلاص تمام. هنحط الزيت يقدح ونبتدي نعوص القرنبيط في الخليط الدقيق اللي احنا عملناه ونقلي على طول بالشكل ده. طبعا حاطين صفاية على جنب عشان القرنبيط اللي يطلع نحطه عليها على الصفاية تحتيه ورق المناديل او ورق المطبخ. بس نبتدي ننظف المطرح البيض والدقيق اللي بيبقى في الطاسة عشان ما يلزقش تاني في القرنبيط ويدي شكل ولون مش حلو، عشان يبقى لونه كله موحد وما يسودش الزيت بتاعنا، ما يخليش الزيت بتاعنا يبقى محروق. فاحنا اول باول بننظف الزيت ونحط القرنبيط. طبعا احنا القرنبيط بتاعنا ده هنعمله جنبه سلطة خضراء وهنعمل سلطة طحينة. طبعا الطريقة اللي بقولكوا عليها دي اللي هي طريقة الدقيق دي، ده القرنبيط اللي هو بالطريقة المصرية القديمة اللي كانت أمهاتنا بتعملها واللي احنا بنعملها. أما كل الطرق الجديدة اللي هي يعني أكثر، يعني عشان نقول الزيت والزيت المهدرج والحاجات دي والقلي الكتير، فأقرب حاجة بيبخوا عليه الزيت وبتحط في الفرن يا إما بتحط في الإير فراير من غير ما يتحط في أي خليط دقيق أو حاجة. بس طبعا الطعم بيختلف. ده الطريقة القديمة اللي احنا طول عمرنا بنعمل بيها القرنبيط. بنبدأ نقلبه على كل الجناب بتاعته كده عشان كله يبقى لونه موحد.
تبقى كلها مستوية من كل الجوانب بتاعتها، وكلها لونها واحد، تحت زي فوق زي الجناب زي كل حاجة. على قد ما إنها أكلة بسيطة، لكن هي فعلا القرنبيط مفيد جدا وغني بالكبريت المفيد لصحتنا، وبيمنع الأمراض الخبيثة والعياذ بالله. هو مفيد جدا جدا لصحتنا حقيقي، ربنا ما بيخلقش حاجة وحشة، كل حاجة ليها فايدة للإنسان، بس الإنسان يستخدمها صح. شايفين حضراتكم أدي اللون كله لون زي بعضه. طلعنا اهي المرة الأولانية. ننضف بقى الزيت زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده من الفتافيت والحاجات دي، عشان نبتدي نحط ايه الدور اللي بعديه تبقى الزيت نضيف. طبعا لسه هنضف الحاجات اللي بتطلع الصغيرة دي، ده مطرح البيض والدقيق، كل ده بننضف. ومش بياخد وقت في عمايله طبعا، القرنبيط يعني سهل في عمايله. مش في ناس بتعمل القرنبيط ده بالطماطم، بيطبخ بتقطع وردات صغيرة، وبرضه بيتنضف وبيتحط بقى ني طبعا، مش بيتسلق ولا حاجة، وبيتعمل بالطماطم. في ناس بتحبه، بتبقى يعني في محافظات في مصر بتاكله بالطريقة دي، بتاكله بالطماطم. زي ما عندنا برضو في ناس احنا بنعمل في القاهرة وفي بعض المحافظات بنعمل القلقاس بالسلق بيبقى لونه أخضر، أما في محافظات في مصر بتعمل القلقاس مثلا لونه أحمر، بيستوي في الطماطم زي مثلا البسلة، زي الكوسة، زي بقية الخضار اللي بيستوي في الطماطم. فعلى حسب يعني المحافظة والعادات اللي فيها. خلاص كده القرنبيط كله اتعمل اهو. دلوقتي بقية الفتافيت بتاعة القرنبيط، الوردات الصغننة قوي اللي استوت واتهرت دي، بنجمعها كلها ونحطها في شوية خليط بتاع الدقيق ونعملها زي العجة دي، بتبقى كده الأكل بتاعنا خلص، ومع ألف سلامة.